غنى قبل أن يتعلم النوتة، وعشق الفن قبل أن يعرف طريق الشهرة. حياكم الله. خليل مراد المعروف فنياً بخليل الوندي، أيقونة الأغنية الكردية وصوت احتفى بالمقامات التراثية عبر الأجيال. ولد الفنان خليل مراد الوندي في مدينة خانقين عام 1947، حيث أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة فيها. أحب الغناء منذ صغره، وكان يغني لزملائه في خانقين مقلداً الفنان مظهر خالقي. قدم أول أغنية له من كلمات الشاعر إبراهيم أحمد وألحان الفنان الراحل علي مردان لصالح الإذاعة الكردية. تلقى التشجيع من الفنان الكبير علي مردان، وتعلم منه أصول المقامات والعزف على العود. عمل مدرساً في الفلوجة وبغداد وأربيل، ثم محاضراً في جامعة صلاح الدين وجامعة سوران حتى تقاعد. سجل أكثر من 80 أغنية للإذاعة والتلفزيون الكردي، وشارك في برامج فنية عديدة. وأنت شنو أكثر أغنية كردية تحرك مشاعرك من تسمعها؟ اكتب لي بالتعليقات.